السلام عليكم. معكم ميس منال محمود، والنهاردة هناخد حرف الزد او الزي من ضمن سلسلة التأسيس اللي كنا ابتديناها. والنهاردة هناخد حرف الزد، وده اخر حرف في اللغة الانجليزية، والحمد لله ان ربنا وفقني ان انا اخلص معاكم سلسلة الحروف. وتابعوني بعد كده بإذن الله. هبتدي معاكم الحروف المركبة وصوت الحروف المركبة، عشان دي في ناس كتير طلبتها مني. يلا ناخد مع بعض حرف الزد. اسم الحرف زد، 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 او ممكن نقول عليه زي، زي، زي. هو بتفرق برضو بالامريكان انجليش والبريتش انجليش، تمام؟ ده الفروقات دي بتبقى في طريقة النطق. زد او زي، الاتنين صح. اسمه زد او زي، صوته ز، ز، تمام. ز، زون، ز، زون، 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 زو، زو، زو. وطريقة كتابة حرف الزد سهلة، او الزي سهلة جدا يا جماعة. دول الثلاث سطور بتوع الانجليش. هنيجي نكتب خط مستقيم كده، وبعدين خط مايل كده، وبعدين خط مستقيم كده تاني موازي للخط ده. كمان مرة خط مستقيم كده، خط مائل، عفوا خط افقي، وبعدين خط مايل كده، وبعدين خط موازي للخط اللي فوق. كمان مرة خط مستقيم كده، وننزل بخط مايل او منحني، ونرسم خط موازي للخط اللي كنا رسمناه. وبالنسبة للزي السمول هنرسم نفس اللي عملناه ده، بس بين السطرين بتوعنا، مش هنستخدم السطر التالت معانا. اهو كده وكده وكده، ما شلتش ايدي، كده ومنحني ومقابل ليه موازي لي كده، وننزل كده وكده. اسفه مكانتش واضحه، ممكن اعملها لكم تاني تحت كده، وننزل كده وكده. كمان مره نفس الزي كابيتال بالظبط، ولكن بين سطرين الانجليش مش هنستخدم السطر الثالث. وكده بفضل الله نكون انتهينا من سلسلة الحروف، وبإذن الله هبتدي معاكم بعد كده الحروف المركبة وأصوات الحروف المركبة في الكلام.